فعاصم ده مرت عليه ضائقة شديدة جدا. قالت حتى جاءتني بنية الصغيرة قالت يا أبتي قتلنا الجوع. بنته قالت لي يا أبوي الجوع ما قتلنا. قال عاصم ولا أملك شيئا فخرجت إلى الجبانة، مشى الخلا. قال فركعت لله ركعتين وكنت أقول دعاء ألهمني الله إياه. ودي قاعدة سلفنا قالوا لنا إذا أراد الله أن يعطيك أجر الدعاء الذي يحب على لسانك ثم يعطيك. يعني ربنا لو دار يديك يخليك في لحظة تدعوه دعاء انت ما تعرف الدعاء ده جاك من وين، وكان قال لك عيده كده تعيده. عاصم قال فركعت وكنت أقول في سجودي اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب ارزقني منك رزقا بغير أسباب. اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا ذلة ولا في الآخرة تبعا. قال له داير الرزق في الدنيا ما أنذل، لا يشاكلوني لا ينهروني لا يوقفوني في الصف ولا يهينوني، وفي الآخرة ما يكون عنده تبعات، ما تقول لا جبته من وين ولا الدخل منه. قال وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي، سمع حاجة وقعت رب جم راسه. قال كدت فزعا أن أقطع لها الصلاة، الركعتين ذا يقدر يقوم يخليه. قال فألزمت نفسي وبعد الصلاة فإذا هي حدأة. حدية هي شنو؟ حدأة. سقط منها كيس، فلما فتحت الكيس فإذا فيه دراهم ودنانير. الله بديو؟ قال الله بديو؟ الحدية دي لو الله قال لهم الغيابة جبتها من بيقول له شنو؟ يقول له رمت لي حدية، ولا وقف في صف ولا في ولا هانو راس شنو؟ قال وجدت في الكيس جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة، جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة. قال فبعت الجوهرة بمال كثير. قال واشتريت عقارا، كان ساكن مؤجر مش اشتري بيت ملك. رايك شنو؟ ربنا شنو؟ فتح عليه اشترى شنو؟ بيت ملك. يا أخي الحدية جابت الكيس ده من وين؟ وليه رمته قصاد راسه؟ انت عارف الحدية دي كان رمته في راسه كان مات، كان عوقته صح. ربنا رمى له الكيس ده قصاد راسه بس جم راسه. تأكد بذلك أن الذي يقضي الحوائج وأن الذي يكشف الضر وأن الذي يجيب المضطر وأن الذي بيده ناصية الخلق وأن الذي بيده الملك والتدبير وأن الذي بيده الملك والتدبير وأن الذي بيده الأمر كله هو الله جل وعلا. لذلك في أمر أرزاقك ومعايشك إياك أن يضطرب قلبك أو أن يتزعزع يقينك أو أن تتضعضع في الله ثقتك أو أن تفقد تماسكك الإيماني نظير ضعف في الأرزاق والمعايش. الآن أكثر حاجة مجنن الناس الأرزاق والمعايش، ناس بالحلال وناس سلفقة وناس يذلوا نفسهم وناس بالحلال وناس مسهرين وناس تعبانين، ناس في قاع البحار، في قاع البحار، ناس يمشوا مناجم الذهب يشتغلوا، ناس فوق السحاب طيارين ومضيفين شغالين رزقون الرزق كده، ناس عتالة يعتلوا في ظهرهم ده، ناس يشتغلوا كافة أنواع الأعمال. سبحان الله، كلهم يريد رزقا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.